سلام، انا جاي النهارده اغير وجهة نظركم عن لقمة القاضي، وهنعملها بطريقة سهلة وحلوة وجميلة وبسيطة، وكمان طلعت بتقرمش. اسمعوا القرمشة، بجد طلعت حلوة قوي وتحفة. يلا بينا على المقادير. هنجيب كوباية فيها مية فترة، وهنضيف ليها معلقة سكر صغيرة، وكمان معلقة خميرة صغيرة. هنا ده الاختبار بتاع الخميرة، وده ضروري ان احنا لازم نعمله قبل اي عجينة. تمام، ونغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق. ويلا بينا على المكونات الجافة. هنستخدم كوباية دقيق، وعليها كمان رشة ملح، وعليها كمان معلقتين نشا الذرة صغيرين. تمام، وهنقلب المكونات الجافة كلها مع بعضها. ويلا بينا نشوف الاختبار بتاع الخميرة. هنا كانت خمرت وكويسة جدا كده، الاختبار ناجح. هنضيف المية للمكونات الجافة، لكن هنضيف المية بالتدريج، ونفضل نقلب لغاية ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. هنا ضفنا جزء كمان من المية، طبعا ما بنضيفش المية كلها مرة واحدة، بنضيفها بالتدريج. وهنا كنت نسيت معلقة الزيت، هنضيف معلقة بما يعادل معلقة زيت كبيرة، ونفضل نقلب كويس جدا لغاية ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنغطيها بستريتش راب، ونسيبها في مكان دافي تخمر لمدة ساعة لساعة ونص. هنا كانت خمرت، ولازم نحط ايدينا في العجينة نخرج منها كل الهواء ده من النجاح لعجينة لقمة القاضي. يلا بينا نجهز الحاجات اللي هنستخدمها في لقمة القاضي. لازم تكون كل حاجاتها جاهزة، عشان لقمة القاضي حساسة جدا وبتتحرق بسرعة. فهنحط زيت غزير، بتحتاج زيت غزير. وهنا طبق صغير بحط فيه شوية زيت، وبحط فيه كمان معلقة. لازم يكون المعلقة اللي أنا هستخدمها في تقطيع لقمة القاضي وتشكيلها لازم يكون فيها زيت، عشان ما تلزقش لقمة القاضي في المعلقة. تمام، وبعد كده هنا ضفت لقمة القاضي للزيت الغزير. وبعد كده بنطلع كل لقمة القاضي بعد ما بتاخد اللون ده، احنا بنقليها على مرتين، وبعد كده بننزلها تاني في الزيت تاخد اللون الذهبي بتاعها الحلو ده. بنفضل نقلبها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بتاخد اللون الذهبي الحلو قوي قوي ده زي ما انتوا شايفين كده. وهنا انا مستخدمه سكر باودر للتزيين، ومستخدمه كمان حاجه جديده كده انا يعني اخترعتها وانا واقفه في المطبخ كده بصراحه يا جماعه. سكر باودر زي ما انتوا شايفين كده، اخترعت حليب مكثف محلى وكمان مكسرات، نحطها في الحليب المكثف المحلى وبعدين المكسرات. بجد طلع طعمها حلو قوي قوي قوي، انا اتفاجئت بيها واول مره اعملها، وكمان طلعت مقرمشه قوي. اسيبكم مع القرمشه، بصوا القرمشه، اسمعوا، طلعت حلوه قوي. ما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، واستنوني في وصفه جديده. باي باي.